عليكم زوجين يا شباب. عندنا فيديو نوعا ما مهم يا شباب. شو الفيديو يا شباب؟ هو عبارة عن توب 5. نعم يا حبيبي، هاي السيسي يا شباب كتير سحبت عليها يا شباب. يعني تقريبا صدي تقريبا يعني شي يعني والله ما ينتك يا شباب. ضعف يمكن أكتر من 4 شهور وساحبة هذا الشي يا شباب. وهي من زمان نزلت هيك فيديوهات يا شباب. لا تحرمنا اللايك والاشتراك سوا ويلا بس ما نبدأ. يا تحضروا يا شباب، نرجعنا يا شباب. عنا أفضل 5 ألعاب عالم مفتوح لسنة 2000. أفضل 5 ألعاب عالم مفتوح على الجوال لسنة 2025 يا شباب. طبعا هذا الفيديو بالنسبة إلي، انتبهوا شباب، هذا ما أخذ والله يا شباب. هيك يعني هاي والله هاي مو إحصاء يا شباب، هذا رأيي الشخصي. انتبهوا يا شباب، في ناس يمكن تختلف معي يا شباب، لكن مو المهم يا شباب يعني كل واحد يحب يا شباب. أنا يا شباب جبت 5 ألعاب بعالم مفتوح على القناة يا شباب. طبعا شباب رح يكون ترتيب، رح يكون يا شباب يعني رح يكون شباب يعني رح يكون شباب من أقل، بعرف كيف بدي أقول يا شباب، يعني من أقل تفضيلا للأفضل. نعم يا شباب، نعم يا حبيبي. يا شباب عنا أول 5 ألعاب عالم مفتوح على الجوال لسنة 2025 يا شباب. رقم 5 راح تكون معانا يا شباب، وهي ريل كنكستر كرايم. انتو الصراحة شباب راح تتفاجئوا، هاي شهر اللعبة يا شباب. طبعا شباب هاي اللعبة جربتها أول ما فتحت القناة يا شباب. يعني شايف، لا شباب مو أول يوم يا شباب، تقريبا أول أيامي باليوتيوب يا شباب جربت اللعبة. بس الصراحة يعني فاجئتني يا شباب، فاجئتني يا شباب. مع إنه اللعبة ما فيها شي مميز ومعفني، لكن شباب انصدمت من كمية الواقعية المو طبيعية. لما تدهس ناس رح يكون في راجدل، يا الله. أنا انصدمت بهاللعبة يا شباب. اللعبة حجمها جدا صغير يا شباب، يعني تقولوا بعرف قديش حجمها، والله ما متأكد. تخيل شباب حجمها تقريبا يعني 100 ميجا بايت وما فوق. انتوا بتخيلين معي تقريبا، والله بعرف يا شباب قديش حجمها. أنا نسيت يا شباب. اللعبة حجمها كتير صغير، لكن فيها شوية واقع يا شباب. وكمان يا شباب والله ما انت يا شباب إذا كلام صح ولا يا شباب، يمكن في واقعية بالقيادة. ما يمتك يا شباب، في واقعية بالقيادة، والله ما متأكد يا شباب إذا كلامي صحيح ولا لا يا شباب. نعم يا شباب، القيادة تقريبا شوي بتشبه طريقة القيادة بجي تي 4، تشبهها بالضبط يا شباب. وكمان شباب كمان شباب لما تفجر الشخصية هيك، لما زدت هيك تضرب الار بي جي هيك بصير فيه راكدول. عن جد اللعبة جدا عن جد شباب. هاي اللعبة مو يا شباب، عشان من حيث الماب ما يعتبر ماب كتير كبير، فلهيك في هذا السبب حطيتها رقم 5 يا شباب. رقم 4 راح تكون معانا يا شباب، راح من 4 شباب، وهي Indian Bikes Driving. نعم يا شباب، هذه هي اللعبة حلت اللعبة يا شباب. نعم يا حبيبي، هاي اللعبة طبعا هي اللعبة يعني تعتبر هي لعبتي المفضلة يلي بالقناة. ما خليت فيديو إلا ونزلت عنها يا شباب. تجربة كلمات سر، ما خليت شيء اللي جربت فيه كلمات سر، يعني حلت اللعبة كلياتها. انتو فهمانين يا شباب، انتو فهمانين، ما يفهم علي إلا لما كانوا يفرجوا على فيديوهات هي اللعبة يا شباب. عن جد لعبة صدمتني يا شباب،
حجم اللعبة 132 ميجا بايت. لا 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 يا شباب، فيها واقعية مو طبيعية يا شباب. هيك شباب الشخصية هيك لما تسقط من أعلى مبنى أو تنزل من درج، الشخصية راح تتحرك بفيزيائية واقعية شباب، وهو راكدول. يا الله يا الله يا شباب. وكمان يا شباب حتى الانفجار نوعا ما واقعي يا شباب. الانفجار شباب هو ما يعتبر كتير واقعي، لا هو يعتبر شوي واقعي يا شباب. يعني هيك الدخان، أنا نعم شباب. الدخان شباب راح تلاحظوا شوي واقعي يا شباب. وكمان يا شباب لما تطلق النار على السيارة، تطلق النار على زجاج السيارة الأمامي بينكسر. نعم الزجاج بينكسر. يا الله، اللعبة مو طبيعي يا شباب، مو طبيعي. واقعيتها مو طبيعي أبدا يا شباب. في كتير شغلات يا شباب. أنا بعرف من وين بدي بلش من كمية رهابة هاي اللعبة يا شباب. والله شباب غير ذكر. وكمان شباب امتداد الشخصية، يعني الشخصية بطريقة بطريقة واقعية شباب. هنا هيك امتداد الشخصية هيك بتتحرك بشكل فيزيائي. والله بعرف كيف يشتغل. هاي الركض شباب، يعني فيزيائية الشخصية يا شباب. والله كمان في نسيت كتير شغلات. كمان الشخصية تسقط من أعلى مبنى هيك بتتحرك بطريقة واقعية شباب. وكمان شباب كمان في لمعان بالشخصية. عن جد أنا ما بعرف شو بدي أقول. واقعية هاي اللعبة مو طبيعي شباب، مو طبيعي قديش واقعي يا شباب. ولهذا السبب حطيتها رقم 4. عن جد اللعبة جدا أسطورية. وشي عجيب بهاللعبة شباب إنه هيك اللعبة نوعا ما مضحكة يا شباب. وفي كلمات سرية يا شباب. وكمان في له برنامج خاص برنامج كأنه يعني بتركب فيه مودات. عن جد اللعبة أسطورية، ويعني يعتبر كتير عصب وواقعي شباب. ما عدا اللعبة ما فيها شي. وصراحة شباب هاي اللعبة للأسف ما فيه. هو بعرف إذا ماب كبير ولا يا شباب، لكن أسف ميني ماب مع الأسف ما في شباب. هذيك اللعبة ذكرني رقم 50 كان فيها ميني ماب يا شباب. صراحة كعالم مفتوح ما في شي مميز يا شباب. ورقم 3 راح تكون معنا شباب الأسطورية يلي عن جد حبيت هاي اللعبة يا شباب. هاي اللعبة شباب، واللي هي الأسطورة لوس أنجلوس كرايمز. لا كرايم. نعم يا حبيبي. هاي اللعبة يا شباب عن جد كونوا صريحين معي. يعني هاي اللعبة واقعيتها مو طبيعية. واقعيتها مو طبيعية يا شباب عن جد. كمان في شغلات عن جد كتير صدمتني يا شباب. في كواقعية أسطورية يا شباب. طريقة الانفجار جدا أسطورية. انفجار السيارة عن جد كتير رهيب يا شباب، واقعي يا شباب. وكمان طريقة الشخصية كمان فيها راكدول بطريقة واقعية يا شباب. وكمان لما تقود السيارة بسرعة وبتصطدم بتطلع من السيارة نفس GTA 5. يا الله. وكمان ما يمتلك إذا فيه واقعي وسوا. وكمان الشباب كانت لما تطلق النار على زجاج السيارة الأمامي وكتير واقعية أكتر من هديك يا شباب. فيها واقعية يعني أكتر من هديك اللعبة. رقم 4 لكم يا شباب.
من هيك لا، بيكسر بطريقة واقعية أكتر يا شباب. أنا بعرف كتير صارت شباب، أنا بعرف نبش كمان يا شباب لما يكون في مطر، تكون الأرض مبللة، تكون الطرق مبللة بشكل جدا واقعي. ولما تركب هليكوبتر، يعني بعرف شو دول، لما تركب هليكوبتر تصطدم بحائط، يعني الشفرات تبعها تنكسر. أنا بعرف شو بدون هاي اللعبة يا شباب. وكمان شباب لما تطلق النار هيك بيكون في إضاءات، يا الله يا الله يا شباب. وكمان شباب وكمان في انعكاس بالسيارة، عن جد لعبة جدا جدا أسطورية يا شباب. وكمان شباب هاي اللعبة فيها سيرفرات وبتلعب مع أصدقاء، وكمان فيها مابات يا شباب، يعني في مابات من تصميم اللاعبين يا شباب. وكمان فيك تصمم ماب خاص فيك انت، تخيل معي يا شباب، تتخيل فيك تصمم ماب خاص فيك. عن جد هاي اللعبة فعلا تستحق رقم 3 يا شباب. رقم 2 راح تكون معانا يا شباب، أنا هي يا شباب هي جراند كرايملين أونلاين. يا الله عن جد هداك المتابع بشكره للمرة الألف. عن جد اللي أعطاني إياه كتير أسطورة، كتير أسطورة والله، شكرا عن جد. هذا المتابع أعطاني إياه بيستحق بوسي. عن جد هاي اللعبة فيها كل شي بيخطر ببالك، ماب كبير، عالم مفتوح رهيب، واقعية، ومهمات، وكمان فيك تلعب اونلاين. عن جد مو طبيعي يا شباب. عن جد هاي اللعبة كتير أسطورية، سيارات متنوعة، أسلحة أسطورية، يعني في كتير شغلات بعدك تعملها. وكمان في شرطة، يا الله يا الله يا شباب. هاي اللعبة من أفضل الألعاب يلي جربتها بالقناة يا شباب. يعني عن جد واقعيتها مو طبيعية، واقعية. بذكركم إياها، ذكرتكم إياها تقريبا باللعبة الرابعة والثالثة. نعم يا شباب، جمعيتهم كلهم مع بعض، يا شباب. وكمان شباب للأسف هاي اللعبة صراحة ما فيها كتير واقعية. شباب انتبهوا من حيث سيارة، انتبهوا شباب السيارة. كمان طريقة الانفجار والاصطدام صراحة ما يعتبر كتير واقعي شباب، ما يعتبر كتير واقعي شباب. ما كتير مع اللعبة كتير أسطوري شباب، لكن هذا هو سلبياتها الوحيدة يا شباب. وكمان الشخصية تسبح يا شباب، الشخصية تسبح في بدنا كيف كمان في سباقات في. عن جد هاي اللعبة حرفيا كتير بتشبه جي تي اي 5. وكمان شباب تشتري كراش خاص فيك، تحط سيارة وتشتري منازل. هاي اللعبة تقريبا تشبه جي تي اي 5 وبتستحق رقم 2 يا شباب. جاهزين يا شباب؟ ننتقل على رقم 1. يا شباب. هاي اللعبة كتير رهيبة يا شباب. نعم يا حبيبي. طبعا شباب قبل ما نقوم رقم 1 لازم اشترك يا بقناتي عزيزي المشاهد، لأنه بنقدم محتوى كتير أسطوري. روح حط لايك على أي فيديو، على أي فيديوهات اللي بدك اللي أنت بتحب تحبها، اكتب تعليق. بس صح كمان اشتري القناة، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد يا عزيزي المشاهد. ورقم 1 راح تكون معانا كأفضل وأقوى لعبة تشبه جي تي اي 5 بشكل كبير، مو بس بشكل كبير، بشكل أسطوري ورهيب. هي لسنة 2025 على لعبة عالم مفتوح. نعم اللي هي ميد
أوتو. نعم يا حبيبي. ويقال يا شباب، واسمعني يا شباب، دائما بسمع يا شباب هيك يا شباب، دائما أشوف فيديوهات على اليوتيوب إنه أفضل لعبة عالم مفتوح ممكن تجربها. كمان بيقولوا تشبه GTA 5 بشكل كبير وفيها واقع يا شباب. وكمان بشكر هداك المتابع اعطاني اياه هاي اللعبة يا شباب. من وين بدي بلش لبلش شباب؟ طبعا شباب جربت اللعبة امبارح، اللي مشاهد الفيديو شايف الفيديو يا شباب، إذا بدكم أحط لكم رابط فيديو أود عليه يا شباب. من وين بدي بلش لبلش؟ تشبه GTA 5 بشكل أسطوري يا شباب. عالم اللعبة أو ما باللعبة كتير كبير يا شباب، كبير يا شباب. نعم شباب. وكمان في مناطق متنوعة، صحراء، قرى، أحياء، والله في نعم شباب يعني أحياء يا شباب، أحياء وهيك في تنوع ومطارات. تشبه GTA 5 بشيء كبير يا شباب. في واقعية بالقيادة بالشخصيات وشخصية اللعبة. ما تفهم شباب الشخصيات ما تفهم بالشخصيات وشخصية اللعبة شباب. أنا قصدي لما تدرس الشخصية هيك بيكون فيه فيزيائية يا شباب، أو مثل ما يقولوا راجدل يا شباب. طريقة الانفجار جدا واقعية. نعم طريقة الانفجار جدا واقعية. طريقة القيادة كتير رهيبة يا شباب. عن جد فيها كل شي، كل ما يحلو انت بتحبها تجمع عندك كل شي يا شباب. كمان فيها سباقات، فيها كل شي، كمان فيها مهمات وسيارات متنوعة. وكمان يعني كمان نفسي اللي بالواقع يا شباب. ما تفهم ايش قصدي يا شباب. وكمان فيها شرطة، كمان فيها شرطة يا شباب. هاي اللعبة عن جد أفضل وأقوى لعبة تشبه GTA 5 بشكل رهيب والتي صح يا شباب، صح يا شباب. وانصدمت يا شباب. كل هذا اللي حكيت لكم اياه، هالمدح اللي قلت لكم اياه يا شباب، انه حجم اللعبة تخيلوا بس 1.25 جيجا بايت. بس تخيل يا شباب حجمها صغير يا شباب، صغير يعني طبعا صغير يا شباب، لكن يعني جمعت لك كل هالشغلات عن جد يا شباب. وبس وهذا يا شباب، هذا هو أفضل 5 ألعاب مفتوح على ممكن تلعبها على الجوال بسنة 2025 يا شباب. هدول الألعاب الحقيقية هذا من ذوي. يمكن في ناس يمكن تختلف معي، لكن شباب كل الناس عندها أذواق. في من بيحطوا هذه اللعبة رقم 1، في من بيحطها رقم 2. يمكن قيم اللعبة 0/10، 10/10. مهم يا شباب. نعم يا حبيبي، هدول الألعاب عن جد إذا ما جربتوها فاتكم كتير. جربوا هدول الألعاب كتير، راح تنبسطوا يا شباب. أنا سمعكم هذا المقطع، لا تحرموا من اللايك والاشتراك، ويلا يا شباب نتقابل فيكم بمقاطع قريبة. السلام عليكم.